المؤمنين بين يديه، ومن أتى بما يوجب الحرمان حرم منها، ومن استحق العقاب عوقب، ومن علت همته وحسن عمله نال. بأي سلطان تخاطبنا وأنت الغريب فينا؟ لا غريب في خدمة أمير المؤمنين، وقد تجشمت الصعاب وهجرت الديار وتحملت المشاق لأكون في خدمته. هذه تنفذ لتلك، فإياكم أن تستهينوا بمن هو أمامكم حتى لا يأتيكم من ورائكم ما لا تحسبون وتتقون. أثقلت عليهم يا حجاج. بل ثقلت همتهم، ولا يستقيم الأمر لك إلا بالشدة، فإن أثقلت عليهم فلكي يخفف عنك. في هذه الرقعة الأسماء والمراتب والعطيات. أحسنت في هذه، سأحملها إلى مولاي أمير المؤمنين وأشيد بفعلك. فلما لا تقدمني بين يديه فينظر إلى صاحب الفعل؟ أبلغت أمك أن تلقى أمير المؤمنين وتقف بين يديه؟ كان جدي ذا حظوة عند معاوية بن أبي سفيان، وكان أبي أيضا ذا حظوة عند أبيه مروان بن الحكم. أنت كثير الادعاء يا حجاج. كيف تتيقن من صدقي أو ادعائي إلا بالامتحان؟ إن نلت عند أمير المؤمنين ما أرجوه كنت سندا وعونا لك، فما أنا إلا رجل من رجالك وجندي من جندك. إذا تهيأ لهذا، فلا يكون الامتحان إلا من صاحب الأمر.